السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في مطبخي. انا كابتن سما من قناة يوميات مطلقة. ان شاء الله هعمل معاكم المكرونة بالسوسيس، بس طبعا هضيف لها بروتينات كتير علشان الوجبة تبقى بروتين اكتر من الكربوهيدرات. لو اول مرة تشوفني او تشوفيني ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكيش اي جديد. بسم الله، هنبدأ مع بعض. طبعا انا سلقت السوسيس وبعدين بدأت ان انا اسلق المكرونة. انا سلقت 200 جرام مكرونة حصى، وزنت 200 جرام وسلقتهم. سلقهم كويس جدا جدا. وبعد كده طبعا طلعت السوسيس وقطعته. بالنسبة للسعرات الحرارية كل حاجة انا هحسبها. السوسيس ده الواحدة منه حوالي 12 جرام من الدهون و20 جرام من البروتين. فاي حاجة انا بجيبها من بره او اي حاجة مثلا متلجة براعي فيها نسبة السعرات وكده، واي حاجة هحط لكم السعرات والمقادير والوجبة طلعت سعراتها الحرارية كده. انا حطيت ربع معلقة زيت، واكيد شفتوا المعلقة قد ايه صغيرة. نزلت بالسوسيس هشوحها حوالي ما تكملش نص دقيقة علشان الزيت الزيتون ما بيسخنش، ما يبقاش حلو لما يسخن في البداية اول. هقلب فيه كويس جدا جدا. انا ضفت فيها شوية تكات علشان اعلي نسبة البروتين فيها، فحطيت فيها معلقة من الزبادي اللايت شبيهة بالكريمة بس بدل الكريمة. انا زي ما قلت لك ما بعملش حاجة، عندي مفيش حاجة اسمها مستحيل. حطيت معلقة زبادي وشوحتها مع السوسيس وطعمها جدا حلوة، جربوها. وهنزل بحوالي اقل من ربع كوباية مية علشان الزبادي يفك مع السوسيس ويبقى زي الكريمة. انا بحب الحاجة ما تكونش برضو يابسة قوي، بحبها صلبة. انا هنشفها بعد كده. ضفت عليها 35 جرام من السبانخ. لو مش عندك ميزان اعملي بالبركة. السبانخ سعراتها الحرارية حلوة جدا. دي سبانخ كانت انا جبتها ونضفتها وفرستها عندي في الفريزر. ضفت فلفل اخضر وفلفل اصفر الوان، طبعا بيدوا طعم وريحة حلوة في الاكل. بدل ما بحبش البصل كتير في الاكل. زودت نزلت هنا بالبهارات. حطيت فلفل ابيض وبودرة ثوم وبصل وريحة كمون وقرفة. وضفت 20 جرام من فول الصويا. فول الصويا ده طعمه عامل زي اللحمة المفرومة بالظبط. والله جربوه يا بنات وهيعجبكم جدا. جربوه في كل الاكل، وبروتين نباتي عالي جدا. ضفت طبعا ملح، والملح اللي انا اتكلمت عنه قبل كده دكتور سوليد منخفض السعرات. واللي مش عندها ومش متاح يا ريت تحط ملح بكميه قليله وتضيف ليمون. طبعا مكرونه بعد ما اتسلقت بتزيد، فانا وزنت منها برضو 200 جرام فقط، لان هي عملت حوالي 400 جرام بعد السلق. قلبتهم كويس جدا جدا. وكل ما تحسي ان هي محتاجه مثلا شويه ميه او حاجه ضيفي لها شويه ميه علشان ما تنشفش منك. سويها جدا على النار كويس، وبعدين حطيها في طبق. انا خدت الكميه دي نصها، عملت طبقين. وده كان شكلها النهائي. يا رب تعجبك وجربيها وقولي لي رايك بعد كده.